زي ما احنا عارفين طبعا ان النادي الاهلي مش بيسعى بس للظهور المشرف، لا ده كمان بيسعى ان هو يصعد من الدور الاول في المجموعات. وده اللي خلى كابتن محمود الخطيب يرصد مكافأة خاصة وضخمة للاعبي الاهلي في حال الفوز على بالميراس وبورتو في الفترة المقبله. الاهلي بيستعد ان هو يخوض مواجهه بالميراس في الجوله الثانيه من كاس العالم للانديه، هتكون يوم الخميس المقبل ان شاء الله في تمام الساعه 7 مساء. فالمكافاه اللي حددها محمود الخطيب لكل لاعب من لاعبي النادي الاهلي هي مليون جنيه، يبقى مليون جنيه لكل لاعب في حال الفوز في اي مباراه من المباراتين. النادي الاهلي بيسعى للفوز في اي مباراه من المباراتين من اجل تحقيق الصعود بشكل رسمي. يعني النادي الاهلي هيكتفي بالفوز في اي مباراه من المباراتين، سواء مباراه بالميراس او مباراه بورتو. فده كان زي مكافاه كده او زي تحفيز كده من قبل محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للاعبي الفريق من اجل الصعود في الفتره المقبله وتشريف يعني اسم مصر كده، ويعني الصعود من الدور الاول. كمان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي قرر ان هو يضاعف العقوبه الخاصه بمحمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق. يعني زي ما احنا عارفين او زي ما احنا ما شفنا كده في المباراه الاخيره في انتر ميامي، او المباراه الاخيره اللي خاضها الاهلي قدام انتر ميامي، ان محمود حسن تريزيجيه اضاع ركله الجزاء اللي اللي الحكم احتسبها للاهلي في الشوط الاول. من المقرر ان اللي يسدد ركله الجزاء وسام ابو علي، ده كان على حسب الترتيب هو اللاعب الاول في تسديد ركلات الترجيح، واللاعب الثاني هو زيزو. فلكن قرر محمود تريزيجيه ان هو ياخد الكوره كده ويسدد ركله الجزاء، وده كان غير متفق عليه. فبالتالي يعني قرر كده محمود الخطيب ان اللاعب يتعرض للعقوبه. كان في كلام كتير جدا عن العقوبه اللي هيتعرض ليها تريزيجيه، البعض قال 250 والبعض قال 500، ولكن كابتن محمود الخطيب قرر مضاعفه العقوبه الخاصه باللاعب الى مليون جنيه، بعد ما اضاعوا طبعا الفرصه على الاهلي في ان هم يحققوا الفوز قدام انتر ميامي في الجوله الاولى، اللي طبعا زيزو حصل عليها بعد نزوله يعني بدقائق كده من احداث الشوط الاول، طبعا بعد خروج امام عاشور. ولكن طبعا تريزيجيه رفض الهديه اللي اعطاها له زيزو الحقيقه في المباراه، واصر على تنفيذ الركله، وتجاهل طبعا الترتيب الخاص بمنفذي ركلات الجزاء واضاع ركله الجزاء. يبقى احنا كده زي ما قلنا ان النادي الاهلي هيخوض المباراه المقبله قدام بالميراس البرازيلي، ودي ضمن منافسات الجوله الثانيه من دور المجموعات لبطوله كاس العالم للانديه. زي ما قلنا الماتش ان شاء الله هيكون يوم الخميس اللي جاي في تمام الساعه 7 مساء يوم الخميس المقبل. والمفروض ان الاهلي هيخوض في الجوله الثالثه مباراه بورتو. مباراه بورتو هتكون برضو في 4 فجرا في الاسبوع المقبل. النادي الاهلي بيسعى لتحقيق الفوز سواء في مباراه بالميراس او في مباراه بورتو. كان نفع كده النادي الاهلي ان الجوله الاولى لبالميراس وبورتو انتهت بالتعادل السلبي برضو بدون اهداف. فبالتالي كل فريق في المجموعة اللي هي بتضم الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي بيمتلك نقطة وحيدة، ودي حاجة مميزة للنادي الأهلي اللي بيسعى طبعا إن هو يحقق الفوز في المباريات اللي جاية. وزي ما قلنا إن الخطيب يعني عايز يحفز كده لاعبي الأهلي بمكافأة ضخمة في حال الفوز في المباراة اللي جاية. فقال او يعني حدد مكافأة كده خاصة باللاعبين وبالفوز، والمكافأة دي هي مليون جنيه. دي كانت كل التفاصيل وكل المواضيع المتعلقة بمكافأة الخطيب للاعبي النادي الأهلي في المباراة المقبلة أو في حالة تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، سواء مباراة بالميراس أو مباراة بورتو في كأس العالم للأندية. طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي في الصعود من الدور المقبل في كأس العالم للأندية. وطبعا بنوفيكم بكل التفاصيل. شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.